السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب مطبخ جودي الفرفوشة. ازيكم؟ وحشتوني. بين كل فيديو بيبقى في مسافة طويلة، بس اعذروني لان قلت لكم اللي متابعني عارف اني مش هصور غير فيديوهات تكون مهمة واول مرة اعملها. كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب وما خزناش السمنة بتاعتنا ولا الزبدة بتاعتنا ولا القشطة. فانا جبت الزبدة بتاعتي دي زبدة جاموسي، من واحدة طيبة جدا وجميلة جدا، أول مرة أتعامل معاها إن شاء الله بإذن الله. يا رب يجعل إن شاء الله قرفتها معايا حلوة بإذن الله. جايبة 3 كيلو زبدة هنسيحهم مع بعض. القشطة جبناها وخزناها وحطيناها في كيس وحطيناها في الفريزر. الزبدة بتاعتنا هنسيحها عشان عايزين سمنة بلدي عشان نعمل الكنافة بقى، والكحك بتاعنا والحاجة بتاعتنا. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وكل اللي يحب أم زياد بألف ألف ألف خير، وكل عام وكل متابعين أم زياد منورين حياتي، وكل سنه وانتم طيبين. انا لسه ما شغلتش النار عليها، انا حطاها في قلب الحله من امبارح عشان كانت مجمده. هنشغل عليها النار وهنشوفها، وهسيبها لحد ما تفك كده وتسيح، ونقلب كده ونتابع معانا. وما تنسيش يا حبيبه قلبي وانت قاعده تصلي على النبي وتعملي ايه لايك وتكتبي كومنت حلو كده، وتدعي لنا دعوه حلوه من قلبك. ربنا دايما يحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين يا رب. بصوا حبايب قلبي، الزبده معايا ساحت اهي. الفيديو ده انا اول مره في حياتي اسيح زبده عشان اطلع منها سمنه بلدي. بصراحه انا على طول كانت ماما هي اللي بتعمل لي الزبده بتاعتي، فانا اول مره اعمل ان انا اسيح زبده. فانا جبت كل سنه بجيب ال3 كيلو بتوعي وبسيحهم، فانا اشتريتهم وانا سيحتهم اهو. وادعوا لي بقى ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا ويطلعوا كويسين. وبرده بصور الفيديو ده للذكرى لاي حد برده حابب يتعلم. جمدي قلبك واعملي بايدك، وان شاء الله كل حاجه هتعدي، مفيش حاجه صعبه خالص. يعني هنعمل ان شاء الله وهتطلع الحاجه زي الفل كده. احنا الزبده بتاعتنا ساحت كلها اهي في قلب الحله اهي. حطيت على ال3 كيلو زبده دول، قولي معلقه اكل كبيره ملح، معلقه اكل كبيره من دي ملح حطيتها عليها اهو وسيحتها اهي. هنسيبها لحد ما تغلي وتفور. ساعه ما تبتدي تغلي وتفور هنهدي عليها النار، ونفضل نقلب فيها بالراحه كده علشان خاطر ما تتحرقش، ونطلع شويه مرته ان شاء الله باذن الله حلوين كده. وتابعيني يا قلبي ما تنسيش. بصوا حبايب قلبي، هي كده بدات تفور اهي. بصوا هي ساحت كلها اهي، بدات تفور اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنهدي النار عليها عشان تستوي وتاخد راحتها. احنا كل ده كنا معليين النار على ما تسيح. هنهدي النار عليها ونقعد نقلب عشان ما تتحرقش مننا. انا عايزه شويه مرته كده، عسل العسل. هي ما شاء الله ريحتها حلوه قوي. بصوا الحلاوه يا ولاد، بصوا الجمال يا ولاد. بصوا بدات الوش بتاع السمنه يفرق اهو. هي لسه بتستوي لسه طبعا. بصوا بس شوفوا شكلها عامل ازاي. انا حاسه ان هم هيطلعوا شويه سمنه بلدي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه. اللي تقول لك انا ما بعرفش قولي لها جربي، خشي واتعلمي، ما تخافيش. اللي في عين وراس هيعمل زي الناس. اللهم صل على النبي. هيبقوا احلى شويه سمنه بلدي باذن الله. وحاساهم هيطلعوا زي مامي ما كانت بتجيب سمنه بلدي اصلي كده. ديت على طريقه امي والله. يعني هنعمل ان شاء الله شويه سمنه حلوين. ربنا هيكرمنا كده وهيبقوا احلى شويه سمنه. اهم حاجه تعملي حسابك وتدخلي الخير بيتك. ما تقوليش انا ما معيش، ما فيش. دبري نفسك ودبري حالك. اعملي شويه سمنه حلوين بدل ما نجيب سمنه من اللي بره ديت. لا، نعمل شويه سمنه بلدي حلوين نضاف، ريحه حلوه، شكل حلو ان شاء الله. احنا في المراحل دي برضو بنفضل انا مهديه النار اهو وسايباها تغلي مع نفسها. بس بقلب عشان المرته ما تلزقش في في الارضيه. انا عاوزه شويه مرته حلوين. وممكن على فكره الرغاوي بتاع السمنه ديت احنا ممكن نطلعها في طبق وناكلها عادي، تبقى دنيتنا فيها ان شاء الله زي الفل، زي العسل. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. بالف هنا وشفا، بالف هنا وشفا. بصوا حبايب قلبي، انا طول ما انا واقفه وهديت عليها النار خالص شمعه، اقعد الم في في الرغاوي اللي هي وش السمنه. وش السمنه ده بيبقى تحفه عشان يبان معايا بقى السمنه. بصي يا جوجو، هاتي بصي مليت اهو طبق اهو. بصوا جميل ازاي، ولا ريحتها بقى. اللهم صل على النبي وجمال، بسم الله ما شاء الله. انا مش عاوزه اقول لكم، احنا ما بناخدش سمن. احنا بس بنلم من على الوش كده بالراحه بالراحه بالراحه. ناخد الرغاوي اللي هي طالعه دي، وش السمنه ده اهو. انا ما بطلعش سمنه خالص، انا بقعد الم من. بصوا حبايب قلبي، بصوا احنا بنقلب بقى. طب انا اعرف ازاي ان السمنه بتاعتي قربت تستوي؟ بصوا بجيب من الارض
ارضيه الحله، بشوف شكل المرته معايا، هي لسه مبيض شويه اهو. هنسيبها شويه كمان لحد ما نلاقي لونها بقى ذهبي. هي اصلا كده ما شاء الله اهي، السمنه بتاعتنا بانت اهي. ومعلومه برضو، كل ما تخلي الحله معاكي واسعه والزبده والسمنه واخده راحتها في قلب الحله تستوي معاكي اسرع. يعني كبري، يعني ما تبقيش حاطه كميات زبده كتيره في حله صغيره. حاولي انك تخلي السمنه بتاعتك واخده راحتها في قلب الحله، هتلاقيها معاكي استوت وبقت زي العسل. بصوا، بصوا الروقان، بصوا الجمال، بصوا، بصوا شكلها، بصوا. انا مش عايزه اقول لكم ريحه الشقه عندي عامله ازاي. بصوا، انا قعدت الم وش اللبن ده طول ما انا واقفه واقلب والاقي وش لبن اشيل. بصوا بدات تعمل معايا ازاي، بقى لونها حلو ازاي، ده ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. هنسيبها بس تستوي شويه لحد ما اللون ايه، المرته معانا يحمر شويه، وخلاص. وخلاص وشكرا. هتلاقينا بقى ايه، مجهزين البرطمانات بتاعتنا، غسلينها كويس ومنشفينها من اي ميه، ونعبي سمنتنا ونخزن حاجتنا في قلب بيتنا. وبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وتسلم ايدك يا حاجه يا اللي جبتي لي الزبده، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديكي. اول مره اجربها وقالت لي مش هتبطلي تاخدي من عندي تاني يا بنتي. زبدتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، ومش مغشوشه، وبالصلاه على محمد ما فيهاش ميه. ما شاء الله والله، انا ال3 كيلو زبده معايا هيطلع لي ما شاء الله كميه سمنه حلوه. ما شاء الله ما فيهاش ميه كتير، ما فيهاش لبن كتير، مش مغشوشه. ربنا يبارك لها يا رب في اللي عندها. وما شاء الله الفتي الحمد لله، ربنا بيسخر لي عباده الطيبين. اللهم صل على النبي وجمال، والله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا بقى حبايب قلبي، احنا كده خلاص هنطفي عليها. اطفي عليها امتى؟ لما اعمل كده، اطلع لون المرتة الذهبي الجميل ده كده. انا هطفي عليها خلاص. شوفي لونها جميل ازاي، ذهبي وجميله، وبقت ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. اهي ما شاء الله استوت وبقت زي العسل. ولون المرتة بتاعنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم بارك اللهم بارك. هنسيبها تهدى شويه عشان نعبيها في البرطمانات. وما تنسيش تقولي لي ايه رايك في تسيح السمنه بتاعي، عملته حلو ولا لا؟ ولو عجبك جربيه واكتبي لي في الكومنتات. ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي وجمال. والله العظيم أنا اللي عملت السمنة لنفسي، وأول مرة أعملها. ال3 كيلو زبدة عملوا لي قولوا في حدود 2 كيلو ونص سمنة. البرطمان ده كبير بيعمل 2 كيلو، 2 كيلو، والبرطمان الصغير ده واخد نص، حوالي 2 كيلو ونص سمنة. سمنة ما شاء الله ريحة وطعم. وديت المرتة اللي طلعت منها، وده وش اللبن اللي احنا قعدنا نشيله برده ما شاء الله. بصوا هو اصلا ما شاء الله، بصوا ده مش سمنه، دي وش اللبن، دي بتتاكل برده. شويه مرته كده، انا اول مره اعملها بصراحه. وعملنا السمنه بتاعتنا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. ولو عجبكم قولوا لي ايه رايكم في الحاجه اللي انا عملتها. والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. تسلم الايادي بجد، وبالف هنا وشفا. هنعمل منه بقى حاجه رمضان وكحك العيد، وبالصلاه على النبي كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، بتنوروني وبتشرفوني بكلامكم الحلو. وتنوروني باللايك بتاعكم والاشتراك في القناه بتاعتي. واشوفكم في فيديو تاني، وما تنسوش تصلوا على النبي.